قبل الثورة كان الاقتصاد التونسي يظهر لباس عليه. السياسات الاقتصادية كانت تعجب القاسي والداني لدرجة وصف تونس بالتلميذ النجيب. أما الشيء اللي كنا نشوفه فيه ما كانش الحقيقة اللي على أرض الواقع، على خاطر السياسات المتبعة خدمت مصلحة شوية من الناس على حساب أغلبية العباد، وهذا اللي خلى الثورة تقوم في 2011. في ال3 سنين اللي فاتت عملت تونس دستور جديد وبدلت برشا أمور سياسية، لكن النظام الاقتصادي قعد كما هو. والمفارقة الكبيرة في تونس أنه على الرغم من اليد العاملة الكفء والبنية التحتية الباهية والموقع الجغرافي الممتاز، الاقتصاد ما زال ضعيف وخريجي الجامعات مستقبلهم ماهوش واضح. أكثر من 60% منهم يخدموا في القطاع الغير منظم ولا يوليوا بطل. علاش؟ مناخ الأعمال في تونس الكل قيود ويكبل المستثمرين، والشركات اللي تخدم تعمل على العلاقات في نظام يتركز على البيروقراطية. الوضع هذا ما يشجعش على المبادرة الاقتصادية، ويكلف أصحاب الأعمال قرابة 13% من مداخيلهم، ويضيع لهم 25% من وقتهم، ويشجع زادة على انتشار الفساد ويكلفهم ما بين 2 و5% من مداخيلهم، وهذا كل يكلف 10 مليار دولار سنويا، أي قرابة 20% من الاقتصاد التونسي. زيد على هذا الكل أكثر من 50% من الاقتصاد يتحكموا فيه عدد صغير من الشركات القوية، وبقية الشركات محرومة من الدخول في قطاعات أساسية، ونقص المنافسة هذا يكلفنا قريب 2 مليار دولار كل عام. أغلب الشركات اللي تتمتع بامتيازات هي شركات عمومية محمية من المنافسة، وتتمتع بدعم دافعي الضرائب، وصلها الدعم 3% من ميزانية الدولة لسنة 2013. والشركات اللي على ملك أقارب وأصدقاء بن علي تمتعت بتسهيلات كبيرة في قطاعات مربحة كما الاتصالات والنقل الجوي والإشهار والسياحة، وهالشركات حققت مرابيح توصل ل 21% من المرابيح الجملية للقطاع الخاص، وما تخدم كان في 1% من اليد العاملة في البلاد. ولحد اليوم القطاعات هذه ما زالت مسكرة أمام المنافسة. 50% من الشركات ما تحتاجش باش تحسن مردودها على خاطر ما ينافس فيها حد، وللسبب هذا السلعة اللي تنتجها شركات نوعيتها خايبة وسومها غالي. مثلا تسكر الطيارة أغلب 30% من اللي يلزمها تكون، أما سوم المكالمات الدولية فهو 10 مرات من الأسوام اللي يلزمها تكون. هزوز أمثلة برك يبينوا كيفاش هالشركات اللي نحكيو عليها تحقق في أرباح كبيرة. الوضع هذا يأثر بصفة سلبية على 50% من الاقتصاد اللي فيه منافسة، على خاطر الشركات اللي تخدم فيه تتحمل في تكاليف كبيرة، وهذا اللي يخليها غير قادرة على إنتاج سلعة باهية وبأسوام تنافس بها الشركات الأجنبية. وعلى هذاك زاد يقتصر نشاطها على توريد القطايع اللي تحتاج لها من برا وتجميعها قبل ما تعاود تصدرها، وهذا يعني تونس ما عندها قدرة تنافسية كان في الأنشطة اللي فيها أجور منخفضة، والنتيجة الاقتصاد التونسي يخلق في عدد صغير من الخدم وبأجور ضعيفة، وما يخدمش في برشا من أصحاب الشهادات. الحالة هذه تنجم تتبدل إذا كان نغير النظام الاقتصادي الحالي من اقتصاد الامتيازات إلى اقتصاد يعتمد على المنافسة، على خاطر الزيادة في المنافسة بين الشركات ترفع من الإنتاجية وتخلق 50,000 موطن شغل إضافي كل عام. وكيف نصلحوا وضعية البنوك نوليو قادرين باش نوفروا أكثر قروض لرجال الأعمال ونتمكنوا من خلق 38,000 موطن شغل إضافي كل عام. وكيف نزيدوا إصلاح الفلاحة والخدمات نكونوا قادرين على توفير 20,000 موطن شغل إضافي في العام. الإصلاحات يلزم تكون موجهة باش يكون عندنا نظام تعديلي بسيط فعال وشفاف، وصناعة تنتج سلعة فيها قيمة مضافة عالية وتوفر أجور مرتفعة للعمال. ومع هذا قطاع خدمات يضمن ازدهار الشركات التونسية في الاقتصاد العالمي وفلاحة تساهم في خلق الثروة في المناطق الداخلية. تبديل النموذج الاقتصادي ماهوش باش يكون سهل، على خاطر فما مصالح متجذرة في الإدارة التونسية وفي القطاع الخاص، ومن مصلحة برشا ناس أنه الوضعية هذه ما تتبدلش، على خاطر القضاء على الإقصاء وإعطاء فرصة للناس الكل كيف باش يحقق نمو ويوفر خدم، وباش يعطي فرصة للناس الكل باش يشاركوا في ازدهار البلاد. بناء نظام فيه منفعة للتوانسة الكل يستحق حوار عام وشامل، وفما برشا خيارات للتبديل. التوانسة ظهروا قدرتهم على حل المشاكل الصعيبة وعلى تعاونهم وقت الشدة، توجه الوقت يناقشوا فيه كيفاش ينجموا يخلقوا نموذج اقتصادي يحققوا به نمو وراحة للتوانسة الكل.